قلت لي انت منين؟ من العراق. منين في العراق؟ تعالوا نشوف صديقنا العراقي اللي بيعاني من مشاكل في شكل الانف وكمان ضيق في التنفس بسبب اعوجاج الحاجز الانفي. تعالوا نشوف ايه المشاكل اللي موجوده في مناخيره وهنشتغل عليها ازاي اثناء العمليه باستعمال جهاز الليزر او البيزو او الموجات الفوق اتكلم على الله. زي ما اتفقنا قبل كده، البروز اللي موجود في ظهر الانف الجزء العظمي اللي فيه هنشتغل عليه بجهاز البيزو، وجزء الغضاريف هنشتغل عليه بالالات اثناء العمليه. كمان عرض الانف من اعلى كبير وعرض الانف من اسفل كبير، بالاضافه الى اعوجاج ارنبه الانف وسقوطها اثناء الضحك، بالاضافه لاعوجاج الحاجز الانفي من الداخل. دعواتكم وننزل لكم النتيجه بعد العمليه مباشره ان شاء الله. يا ترى 60 دقيقه ممكن تفرق معانا ازاي في شكل الانف ومساعده جهاز البيزو او الموجات الفوق صوتيه؟ ده اللي ممكن نشوفه حالا. زي ما احنا شايفين صديقنا العراقي اللي كان بيعاني من بروز كبير في ظهر الانف، بارود بيك نوز، وتدلي وسقوط في ارنبه الانف. زي ما احنا شايفين عظام الانف من اعلى منحوته، ظهر الانف جميل الى حد كبير جدا، زي ما احنا شايفين منحوت بشكل رائع. ارنبه الانف اصبحت اعلى نقطه في الانف وبتعكس نقطه النور الساقط عليها، واصبحت سبورتد عشان ما تقعش اثناء الضحك. كمان الحاجز الانفي من الداخل تم اصلاحه بالمنظار، وصديقنا هيرجع الى بغداد يستمتع بتنفس افضل وضحك اجمل ان شاء الله. شكرا لكم.